إجابة سريعة كده عن سؤال بقى بيجيلي كتير الفترة دي. هل سكر ستيفيا ليه خطورة على الصحة الإنجابية بالنسبة للرجال والسيدات؟ الحقيقة ان في فعلا بحث اتعمل، بس اتعمل على فئران التجارب. ادوا لمدة 60 يوم المستخلص السائل لنبات الستيفيا ريبوديانا للفئران الذكور، ولاحظوا ان حجم التستس كان بيقل، وكمان التستوستيرون هرمون اللي هو الهرمون الذكري كمان الليفل بتاعه كان بيقل. فده طبعا كان اثر على الصحة الانجابية للفئران وقلل الخصوبة، ولكن مفيش اي ابحاث واضحة وصريحة اثبتت نفس النتائج على البشر. يعني يا دكتور نفهم كده من كلامك ان احنا نبطل نستخدم سكر ستيفيا تاني؟ لا يا جماعة، احنا هنستخدمه عادي، بس انا عاوزة اعلمكم حاجة. عاوزة اعرفكم ان دايما اي حاجة جديدة او اي حاجة مستحدثة ما تعملش عليها الابحاث الكافية، وخاصة على البشر. دايما نستخدمها بشكل مقنن، عشان بعد كده بيتعمل عليها ابحاث وبيثبتوا نظريات بنعرف بيها بعد كده ان هو ممكن يكون ليه اثار جانبية معينة، فنكون احنا دلوقتي ما افرطناش في الاستخدام عشان ما يحصل لناش الاثار الجانبية دي بعدين.